بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمضي هذه الحلقة مع نوادر طائفة من الأئمة والأعلام والفقهاء والمحدثين الذين خلدت أسماؤهم في تاريخ أمتنا المباركة. وأبدأ أول ما أبدأ بعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد كان تابعيا جليلا، وروى الحديث عن عمة أبيه عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وكان يلقب بابن أبي عتيق. وابن أبي عتيق كان مشهورا بظرفه ودعابته وكثرة طرائفه. فمن طرائفه وظرفه أنه لقي رجلا يوما فقال: ما اسمك؟ قال: وثاب. قال: وما اسم كلبك الذي معك؟ قال: عروة. فقال: وخلافه، لأنه كان ينبغي أن يكون الرجل عروة والكلب وثابا. ومن ظرفه أيضا أنه كان يحدث يوما طلابه فغمض عينيه فسكت القارئ، فقال: ما لك سكت؟ قال: رأيتك غمضت فخشيت أنك قد نمت. فقال: لا، ولكن مر رجل ثقيل يثقل علي فغمضت عيني لئلا أراه. ومن عجيب خبره أنه دخل يوما على جدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي مريضة، فقال: يا أماه، كيف تجدينك؟ قالت: ذاهبة، يعني أنا في مرض شديد وكأني أشرف على الموت. فقال: لا، إذن يعني لا جعلت فداك ما دام المسألة فيها موت وكذا. وأيضا روي أن غلمان عائشة رضي الله عنها اقتتلوا مع غلمان عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فخرجت عائشة رضي الله عنها على بغلة لها تريد أن تصلح بين غلمانها وغلمان ابن عباس، فلقيها ابن أبي عتيق وهي في الطريق. قال: إلى أين يا أمه؟ قالت: بلغني أن غلماني وغلمان ابن عباس قد اقتتلوا فأردت أن أصلح بينهم. فقال ابن أبي عتيق: كل مملوك لي حر إن لم ترجعي يا أمه. قال: وما حملك على هذا؟ قال: يا أماه، ما انتهينا من يوم الجمل حتى تريدين أن تأتينا بيوم البغلة. هكذا يقول من مزاحه رحمه الله. ومن أعجب مزاحه وأغربه ما وقع له مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن ابن أبي عتيق قد وقع بينه وبين شخص خصام، فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال: يا عبد الله، ما تقول في رجل يا صاحب رسول الله، ما تقول في شخص هجاني وقال عني: أذهبت مالك غير مترك في كل مومسة وفي الخمر، ذهب الإله بما تعيش به وبقيت وحدك غير ذي وفر. يقول له: ماذا أصنع بهذا الشخص الذي هجاني بمثل هذا الكلام؟ فقال له ابن عمر: تعفو عنه وتصفح وتحتسب الأجر وكذا. قال: لا والله، أنا عندي رأي أحسن من هذا. قال: وما هو؟ قال: لا حل له عندي إلا أن أفعل به، يعني يكني عن السوء. فاستعظم ذلك ابن عمر رضي الله عنه وقال: ما هذا الذي تقول؟ وافترقا. فلما كان بعد أسبوع أو نحوه التقيا مرة أخرى وقد نسي ابن عمر الخبر، فقال له ابن أبي عتيق: تذكر الشخص الذي أخبرتك خبره وأنه هجاني؟ قال: نعم. قال: فكل مملوك لي حر وامرأتي طالق إن لم أكن قد فعلت به. فاستحرم ابن عمر هذا جدا. قال: ويحك، ما هذا الذي تقول؟ قال: والله امرأتي هي التي هجتني، ما هجاني أحد غريب. فضحك ابن عمر وقال: لا تدع مزاحك أبدا، أو لا تدع العمل أبدا، يعني المزاح. وكان من المشهورين بالدعابة من الأئمة الفقهاء المحدثين الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي، وقد لقي الشعبي 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأسا في الفقه وفي الحديث، وكان يقول: إن أقل ما أحفظ الشعر ولو شئت لأنشدتكم شهرا كاملا لا أعيد. ومن طرائفه أن مغفلا لقيه، أي لقي الشعبي وهو يمشي مع امرأته، فقال: أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي: هذه، يشير إلى المرأة. وقال رجل للشعبي: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذلك نكاح ما شهدناه، ما شهدت هذا العرس، يقول له. وسأل كذلك رجل الشعبي عن مسح اللحية، فقال: خللها بالماء، يعني بلل يدك واجعل أصابعك في وسطها فتخللها بذلك. فقال: إني أخشى ألا تبتل، يعني وسوس الرجل، فيه وسوسة، يقول: أخشى إذا فعلت ذلك ألا أبللها كما ينبغي. قال: إذا خفت عليها ألا تبللها فانقعها في الماء من أول الليل، جعلها طستا أو نحوه واجعل في ماء وانقعها في الماء من أول الليل. وسأله آخر: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال: نعم. قال: إلى كم؟ قال: إلى أن يبدو العظم. وروى الشعبي يوما حديثا فيه
تسحروا ولو أن يضع أحدكم أصبعه في التراب ثم يضعه في فيه، كأنها مبالغة في الحث على السحور ولو أن يفعل ذلك. فابتدأ بعض الحاضرين وكان فيه غفلة، قال يا إمام أي أصبع؟ أنت تروي في الحديث ولو أن يضع أصبعه في التراب ويضع أي أصبع؟ فقال هذا وأشار إلى إبهام رجله رحمه الله دعابة ومزاحا. وكذلك من أصحاب الدعابة واللطف من أئمة المحدثين محمد بن سيرين مفسر الأحلام المشهور، فإنه كان على عبادته وورعه وزهده كثير الضحك، حتى إنه كان ربما ضحك وهو على الناقة فمال به الرحل من شدة ضحكه رحمه الله. وحتى إنهم قالوا في ترجمته كان ابن سيرين بكاء بالليل ضحاكا بالنهار رحمه الله. وقد قال مهدي بن ميمون رأيت محمد بن سيرين يحدث بأحاديث الناس وينشد الشعر ويضحك حتى يميل، فإذا جاء بالمسند من الحديث كلح وتقبض. ومن دعابة ابن سيرين أنه جاءه يوما غالب بن قطان فسأله عن هشام، قال ما بلغك الخبر؟ قال وما به؟ قال توفي البارحة. فضرب الرجل كفا بكاف وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أمر بلين فيه وكذا. فقال له على رسلك إنما نام البارحة، وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. فقال له توفي البارحة، أراد أنه نام، وأوهم المخاطب أنه قد فارق الحياة. وأما رأس التابعين قاطبة في النادرة وحسن البادرة فهو الإمام الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران، وكان رجلا صالحا مكث 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام أبدا. تصوروا هذا، 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام أبدا. وكان أحد 6 حفظوا العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا العلم وهذه الإمامة وهذه العبادة فإنه كان صاحب دعابة ومزاح عجيبين. فمن ذلك أنه خرج مرة وقد لبس القميص بالمقلوب، جعل الفرو من الخارج والجلد من الداخل. فقالوا له يا إمام ما تصنع؟ قلبت المعطف. فقال الناس مجانين، يجعلون الخشم من الخارج والناعم يجعلون الخشم من الداخل والناعم من الخارج، فأنا قلبته لأعدل الميزان حتى يكون الناعم من داخل والخشم من خارج. ثم لقيه آخر قال يا إمام ما لك جعلت الصوف خارجا هكذا؟ قال قل للخروف هذا الكلام الذي تقوله لي. وقيل إن الأعمش كان له ولد فيه غفلة فأرسله يوما قال يا بني ائتنا بحبل في طول كذا وكذا ذراع. قال وفي عرض كم يا أبتاه؟ قال في عرض خيبتي فيك. ومن ظرفه أنه كان لا يحب كثرة الطلاب أن يكثروا عليه وأن يزحموه في البيت، فمن أجل أن يصرفهم عنه اتخذ كلبا للحراسة، فإذا كثر عليه الطلاب شردهم فما دخل إلا القليل منهم. كان في أخلاقه شيء من الشدة رحمة الله عليه. فخرج يوما إلى مجلسه وإذا الطلبة كلهم قد انكبوا فتعجب، قال ما بكم كيف دخلتم؟ قالوا مات الكلب. فاستعبر وقال لا إله إلا الله، مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن طرائفه أن نفر من أصحابه جاءوا إليه فأطعمهم، فاتفقوا أن يأتوا إليه مرة أخرى وأن يأكلوا كل ما يخرجه إليهم. فجاءوا إليه فأخرج لهم طعاما فأكلوه، فأخرج لهم طعاما آخر فأكلوه، فأخرج لهم فتيتا فشربوه، فغاب قليلا ثم جاء لهم بقت، والقت هو طعام البهيمة، طعام البهائم، ووضعه بين أيديهم. قال ويحكم أكلتم طعامي وطعام أولادي وشربتم فتيت زوجي، ما بقي إلا قت شاتي فكلوه وطعام لكم. ومن غريب طرائفه رحمة الله عليه أنه لقي يوما بعض أصحابه بالسوق فقال له يا فلان، قال نعم، قال تشتهي سمكا بنانيا أزرق العينين أبيض البطن حسن الطبخ وأرغفة لينة، تشتهي هذا الطعام الفاخر سمك مشوي وكذا وخبز؟ قال نعم. قال فاتبعني إذن. فأخذه حتى أوصله إلى بيته ودخل به، فجلس الرجل ينظر في الغرفة ما فيها شيء. قال أترى تلك السلة؟ قال نعم. قال اسحبها. فسحبها حتى جاء بها إلى الأعمش ففتحها وأخرج منها خبزا يابسا وقليلا من أدم وشيء من خل وزيت وكذا، وبدأ يأكل والرجل ينتظر السمك وكذا. قال كل. قال أين السمك؟ قال وهل قلت لك عندي سمك؟ ألا قلت لك تشتهي سمكا؟ فقلت نعم. ما قلت لك عندي سمك في البيت؟ فضحك الرجل ضحكا شديدا. وكان هذا من دعابته رحمة الله عليه. وكل هؤلاء الأربعة الذين ذكرت أخبارهم قبل هم من التابعين الذين شهدوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عنهم الحديث، وكلهم ممن عرف بالعلم والإمامة فيه، وكلهم ممن عرف كذلك بالعبادة والتقدم فيها،
وكانوا مع ذلك على ما رأيتم من اللطافة والدعابة والمزاح. وممن عرف من بعد التابعين من الأئمة الكبار بالدعابة والمرح الإمام الجليل الحافظ الكبير محدث المشرق صالح بن محمد بن عمرو الملقب بجزرة، وهو محدث جليل القدر في طبقة الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. ومن دعابته أنه كان يمشي يوما مع الشاعر المصري الجمل، فبينهما يمشيان إذ رأيا جملا وعليه شيء من الجزر، هكذا أكوام من الجزر على ظهره، فقال له الشاعر الجمل: ما هذا؟ قال: هذا أنا عليك، هذا أنا عليك، لأنه كان يلقب جزرة وهذا الشاعر يلقب الجمل. والمناسبة هو لقب جزرة يعني في حادثة طريفة، وذلك أنه دخل مجلس الدرس متأخرا، فكان الشيخ قد أملى الطلبة حديثا عن الخرزة، وكانوا يكتبون فيما مضى بغير نقط، فلما رآها في الكراس ظنها جزرة، فقال: يا شيخ ما خبر الجزرة؟ فضحك منه الطلبة جميعا، وسمي من يومئذ صالح جزرة. ومن عجيب أمره أنه دخل يوما على جامع بغداد، دخل إلى جامع بغداد فرأى حلقة فدنا، فإذا هو رجل يتكلم في النحو ويقول: ما كان بصاد جاز بسين، كل ما كان بالصاد يجوز أن تبدل الصاد سينا. والأمر ليس على إطلاقه، نعم يجوز إبدال الصاد من السين في مواطن، لكن ليس هذا بإطلاق. فأراد صالح جزرة أن يعلمه الأمر لكن بطريقته العابثة، فتسلل حتى دخل وسط الطلبة ورفع صوته وقال: يا أبا سالح أصليتم بعد؟ يا أبا سالح أسليتم بعد؟ فقال: ويحك ما هذا الكلام؟ قال: هذا من كلامك أنت الآن، ما تقول أن ما كان بصاد يجوز بالسين؟ فغضب وقال: ما أظنك والله إلا من عياري بغداد. قال: هو ما سمعت، هذا هو الكلام جاءك فافهمه وتعلمه. ومن طريف ما روي من مزاح الأئمة هذا الخبر الشعري الذي أختم به الحديث، وقد وقع بين ابن حجر والإمام العيني رحم الله الجميع، وكلاهما كان في عصر واحد، وكلاهما شرح البخاري، وقد كانت بينهما مداعبات ومناصرات. فذكروا أن المنارة التي كانت لجامع المؤيد، وهو الجامع الذي يدرس فيه العيني، أصابها سوء فمالت، فاغتنم ابن حجر الفرصة فقال: لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين، تقول وقد مالت على البرج أمهل، فليس على جسمي أضر من العين. ظاهر الكلام أنه يقصد العين الحسد، وهو يعرض بالإمام العيني رحمه الله. وفهم العيني هذا التعريض فأجاب على ابن حجر بقوله: منارة كعروس الحسن إذ جليت، وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا: أصيبت بعين، قلت: ذا غلط، ما أوجب الهدم إلا خسر. ظاهره الحجر الذي هو حجر البناء، وهو إنما يعرض بالإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.